والفلبيني هذا يعني مزوح كذا، والسوداني يحب يمزح عليه ويسكر المحل ويروح يصلي. وجاء يوم من الايام والفلبيني هذا نزل على عادته يعطي ايش اسمه، يعطي ذباته للسوداني، وثر السوداني مقفله معه. الله يجيركم، السوداني مقفله انت مقفله معه، وهذاك شكل الكثير ما اعطاه راتبه مدري، المهم انها مقفله معه. جاء الفلبيني قال لها يلا روح صلي روح صلي. قال السوداني والله لا اوريك، وكلبش الرجال وقبضه بيده، مسكه ما شاء الله تقول كلبش. قال انا ما في مسك، قال امش. انحرج الفلبيني يقول انا ما ودي قدام الناس اني اقول اني ماني مسلم وكذا، وهذا يسحب فيني والعالم راح يمس يسحب فيني، وامشي معه بشويش اقول له يا اخي انا ما مسلم انا ما مسلم. يقول والله تصلي انت كل يوم صلي والله تصلي معي اليوم. قوم يا الرجال ودخل المسجد. يقول الفلبيني يقول دخلت مع الناس نازل طالع يقول مثلهم، يقول خلاص انحرجت، يقول مشيت اموري يوم سلمت الصلاه ويتلني على الامام. اشهدوا يقول يوم وصلت عند الامام يناظر فينا. قال السوداني قال يا شيخ هذا الرجال بيعلن اسلامه. الله اكبر. يقول وناظر، يقول الشيخ خلاني وخلى السوداني ويمسك الميكروفون، ايها الناس رجل يدخل من الظلمات الى النور من الكفر الى الاسلام، حتى اللي برا راح رجع دخل كلهم. يقول والعالم كله ما عاد ينظروا في الشيخ ولا ينظروا في السودان، ينظروا في انا. يقول وانا في حاله ما يعلم بل الواحد الاحد، العالم كله تنظر، والمشكله جامع مليان وزحمه. يقول فاقول الشيخ يقول اشهدوا، يقول فناظر فيه السوداني يقول قل لي هو اشهدوا. يقول فاقول قل لي هو اشهدوا بفتك منه. يقول باقي هذا مكلبش فيني. يقول وخلص الشهاده ويكبر المسجد كله، واللي يضمني واللي يسلم علي واللي يعطيني فلوس واللي يعطيني ساعته واللي يقول هذه كان سبب اسلامي. الله اكبر. انا الرجل هذا قابلته شخصيا من دعاة مكتب الدعوه الصناعيه الجديده الفلبيني، واسلم على يده بالالاف. قال لي والله انا هدايه سيقت الي بقوه. طبعا الشيء المحزن توفى الله يرحمه واسال الله يغفر له ويرحمه، لكن كانت قصه هدايته مضرب مثل للدعاة كلهم.